محدش بيختار جيرانه انا عارف، بس انا ليه اصحى على صوت شنيور يا جماعه؟ والله العظيم صحي على صوت اللي هو ايه ده؟ في يا جماعه في حرب ولا ايه؟ لا اله الا الله. طلع فاهم ناس فوق بتجدد عشان اغنياء، الاغنياء يجددوا فوق واحنا نتعب. اسمعوا اهو، بص واحد بيفنن مش بيخبط، ده بيعمل بيت، والتاني بقى يخش عليه بالفيرس بقى بالشنيور، فاهم؟ ده يعمل تك 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 تك، والتاني يخش ليه؟ اقسم بالله تعبت والله امبارح نايم يا جماعه في اوضه النوم من كتر هزه الشنيور في الحيطه، تك تك، صحيت لقيت نفسي في السفره. ده ايه ده؟ الواحد ما يعرفش ينام في بيته خالص. انا متخيل يعني ليه هم بيجددوا؟ الشقه زي الفل. هتلاقي طنط ألفت هانم راحت باصه لجوزها قالت له محمد الشقه ما بقتش عجباني، عايزين نجدد. احنا اغنياء طبعا، هات يا ابني ناس تكسر في الشقه وتطلع ميتين اللي تحت، يلا بينا. ايه ده؟ وبعدين يعني ان ما صحيتش من ده تصحى من مين؟ من بتاع الروبابيكيا. تلاقي واحد ماشي في الشارع يقول بيكيو ما تفهمش ده في ايه ده. ومع احترامي للشغلانه عمري ما شفت حد بينزل له حاجه قديمه خالص، فبقيت بحس ان هو بيجي يصحيني ويمشي، هي دي شغلانته اللي هو يجي بيكيو صباح الفل يا عم محمد، استباحتك زي وشك يا حبيبي، صحيت خلاص الحمد لله، فبينبسط يمشي. فليه يا جماعه الواحد مش عارف ياخد راحته في البيت؟ يعني حرام اقسم بالله حرام. وبعدين ايه؟ تلاقي بقى ايه في موقف رمسيس مثلا، انت فاهم الناس اللي بتحمل برضو من الاصوات المزعجه، ما هي كلمه مصر مربوطه بكلمه ازعاج، انت لازم دماغك دي فاهم تشتري ب 1200 جنيه ادفل للصداع عشان تعيش في مصر. سواء رمسيس ده تحس ان هو بيصحى من النوم ما بيغسلش وشه ايه؟ ما بيغسلش وشه، بينزل يحمل عربيته اللي هو فاهم تلاقيه فاهم رمسيس لدرجه ان انت لو سالته مش هيرد عليك، هو حافظ اللي هو عبود يا اسطى رمسيس هوا، انت هوا عديت. فانا عايز اقول حاجه لجيراننا يا جماعه، مش معنى ان انتوا اغنياء تطلعوا عين ابونا، في ناس عايشه تحت اقسم بالله والله العظيم، في ناس عايشه تحت يا جماعه. يا لهوي يا اما، بدل ما الواحد يصحى على مورنينج تكست بيصحى على شنيور تكست. تحاول بقى تتعايش مع الموضوع، اما تلاقي الموضوع كده ما تحرقش دمك خالص، هتحرق دمك شنيور وبيت شغال فاهم، بس ادي معاهم. بعد اذنكم يا جماعه.